الصديق العزيز، حبيب الجماهير العربية، بتصور من المحيط للخليج، وهذه حقيقة أصبحت موجودة ملموسة على أرض الواقع. وسبحان الله، يعني ربنا إذا بحب إنسان حبب خلقه عبده فيه. فيه. فأنت كذلك، أنت ليس صوت إن شاء الله يا رب. وإنما رسالة، الحمد لله. وإنما كلمة، وإنما ثقافة. الحمد لله. فأولا باسمي وباسم مؤسسة تكريم شخصية العام، نحن نرحب فيك وقبولك أن تكون ضيف الشرف في برنامج شخصية العام اللي بيشاهده كل الوطن العربي. وهي موضوع بتصور يعني أحد الأشخاص اللي ممكن يأيدنا فيه حضرتك، أنك تأمن بثقافة تثمين الجهود وتكريم الآخر وهو حي وليس هو ميت. وفي نفس الوقت بشكل خاص فلسطين أن يقرأوا الوطن العربي أن هناك بكل الظروف والمعاناة الموجودة هناك في الداخل الفلسطيني هناك إبداع وهناك تميز. أولا رسالتك للجليل، إلى عكا، إلى حيفا، إلى الناصرة، إلى المثلث، إلى النقب، وحضورك، كيف شعورك أن تكون ضيف شرف على هذا الحفل؟ تحية حب صادقة من القلب من تونس الخضراء إلى كافة الشعب الفلسطيني وإلى كافة الشعب العربي. بكل شرف، بكل الشرف وبكل الحب وبكل الاعتزاز والفخر يشرفني أن أكون ضيفا على مهرجانكم، يعني لاختيار الشخصية العربية بامتياز. وفرصة تتاح لي باش نعاود نشم ريحتك التراب وكل الرهبوت والملكوت اللي فيها، اللي نشعر معناتها ما تشعر به إلا في الأراضي المقدسة، ونسلم على كل شبر في هذه الأرض الطاهرة. وأدعو الله أن يوفقنا وأن ينصرنا على أعدائنا، وأدعو الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير هذه القضية وخير هذه الأمة. إن شاء الله. عكا لقبت بقاهرة نابليون، وبتصور راح تكون والحفل راح يكون بجانب عكا إن لا شاء الله. عكا لا حاجتها بنابليون ولا حاجتها بأي شخص. عكا عظيم تاريخها عظيم، بس السؤال انه كيف انه انت اول مره حتزورها ان شاء الله أول هلا. مرة أزورها إن شاء بس الله. عكا مدينه تاريخيه جدا، أعرف. وانا ذكرت انها قاهره نابليون، كنت قاصد بذلك لانها قلعه لا زالت صامده، لا زالت عربيه، لا زالت هناك الاسوار شامخه، وهذه الحمد الرساله. لله. وهذه الموضوع انه انت تكون بعكا، هذا شيء جميل جدا. وحيفا يا اخي عروس البحر المتوسط ما حيفا. شاء الله ما شاء الله. فبهؤلاء هاي لو يعني لولا الصدق، لولا الصدق ولولا حبي الصادق لهذا البلد. نعم أنا عرفتك كنت راجع من الأردن، نعم سلمت علي في المطار، نعم وشاء ربنا أن يرسلك لي نعم وأن أتقابل معك ونتقابلك في المكتب نعم بتاعي نعم المتواضع بقلبي وبكل حب، نعم. وتجيني فرصة باش نعاود نزور هذه الأرض المقدسة اللي حبيتها ونحبها. وأتمنى في كل لقاء نقول إن شاء الله أتمنى أن أموت في تلك الأرض إن شاء الطاهرة الله. وخصوصا في مدينة القدس. أهلا وسهلا فيك، حبيبي. بتشرف كل المجتمع العربي في الداخل الحمد لله، الفلسطيني. هذا الصدق. وأهلا وسهلا إن شاء فيك إن الله شاء الله. صادق. أتمنى أن أكون أني كنت صادقا ولا زلت صادقا وسأظل صادقا. أتمنى على الله في رسالتي كفنان وكإنسان. أهلا بك حبيبي كضيف شرف، إلى حبيبي اللقاء. حبيبي.